حبايبي صباح الخير. اليوم يوم الثاني، فنسوي نيت شوك، يعني نحاول مرة ثانية. وواثق اقفل الباب حتى نروح أول منطقة، نروح هامبورغ ونشوف شي يصير ما يصير. مو واثق؟ أي. صباح الخير. صباح الخير. شلونك؟ شربت شاي؟ لازم شاي. لازم شاي. جاهزين؟ هيا بنا؟ يس. هيا بينا. هلاو. هسه بلشنا الطريق وكتبنا هنا هامبورغ قبل على هامبورغ، واحنا من البارحة وفولنا وكل شي جاهز، وهم الكهرباء وهم زين. الكهرباء مو كلش هواية، يمكن كم كيلو يخلص، بس اهم شي البنزين فول. 27 كيلو، 30 كيلو هي تمشي الكهرباء. وانتو الشباب شوف مرتاحين؟ زين. هذا الطريق اليوم الجو احلى، 18 درجة، وهنا شوي حارة صراحة، شمس. رطوبة. رطوبة وشمس. احنا رايحين هسه على شوبنهام. اختارنا الطريق الطويل لأن الجهال ما يريدون يركبون بوت. قلت لهم تروحون بوت شوي أسرع، بس هو صراحة نوصل نفس الوقت. فقالوا لا، نريد بيل ريسة، يعني سفرة بالسيارة. فرح ناخذ الطريق الطويل، وهي أول مرة ندخل شوبنهام بهالطريقة. خلينا نشوف شلون يصير ونروح سوا. مسافات بعيدة هذول. اي بس مبينين قريب، ما عندهم تجهيزات وياهم. اي جزء تمارين يتدربون بس. هاي منطقة اسمها بارا، حلوة، منطقة حلوة. ساعة 10:50، طلعنا من الصبح، يعني طبعا تعبانين ما ليش بينا من سفرة البارحة. أول أسبوع بالسمستر هذا. اي بعدنا ما مرتاحين من الشغل. اي هاي المنطقة حلوة. اليوم نمشي عدل، نروح قبل على الطرق السريعة بعد ما ندخل بالمدن. الجو كلش حلو. اي مغيمة شوية. لا بس حلو، شوف شمس اكو، يعني صارت 20 درجة تقريبا. ايه شوف صار ايش قد، بس فيها شوية هواء. بس 19:30. شوف هاي الطريق إلى مالمو صاير جنوب السويد. ننزل على السريع. هنا شوبنهام، هي كوبنهاجن. يعني كوبنهاجن. هاي اللوفة. تشوفون الطرق كلها صارت بعد سريعة بعد ما ندخل مدن. A6 هذا A6 هو هذا الطريق، يبدي من أوسلو، مو هو النرويج. ممكن. شوفي صوري شنو؟ علقت. شنو بوليس؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
يصير اشترينا مو؟ اي انا اشتركت بالاب على مود رقم السيارة، وعلى رقم السيارة راح ينفتح لنا بعد ما يحتاج لا. نوقف بالجسر ندفع. لا ماكو دفع، بعد يجيني فاتورة بعدين. أنا طبعا آسفة إذا أحكي عربي شلون ما كان، تعلمت عربي من زوجي، يعني أعرف أهلي يحكون عربي بس أنا ما كنت أعرف أحكي، بس أفتهم بس صعب أحكي، فآسفة إذا أحكي شي غلط، هاي بعد سامحوني. هاي كيا، هاي رمز للسويد. هنا شنو مكتوب؟ شوبنهام كاستروب. هاي دنمارك. هذا الطريق بعد هذا آخر مخرج المالمو. هذا أي الأخير هذا. الأخير اللي إجا منا بعد، لا ماكو بعد رجعة. هذا الطريق بس كوبنهاجن يروح. بعد إيه ماكو بعد، واحد يندم يريد يرجع. هاي الحدود هنا بين السويد والدنمارك. احنا اشترينا اشتراك على رقم شنو هذا الصوت؟ على رقم السيارة، فهسه اختار الطريق اللي ذاك الازرق كارت، وهذا بليب يصير، او اذا واحد عنده جهاز او عنده على رقم السيارة. انا اختاريت رقم السيارة. المفروض هسه شوف نحلك، لان شنو احنا على رقم السيارة اني راح تجيني فاتورة. هذا الجسر الأوريسونسبرو، وهذا البحر هنا شهيرة بأوروبا. يا هذا يربط بين مالمو ودنمارك. في فد شي مميز ما موجود بأي جسر ثاني. راح ندخل جوا المي. والأذن راح تنسد. هاي العبارة هنا اللي تروح هاي العبارة ألمانيا وبولندا. جسر طوله تقريبا 16 كيلومتر، بس نص الجسر والنص الثاني نفق تحت البحر. عظيمة عملاقة. دائما من يردون يسوون شي يجون لوريات ويا هاي علائم مالتهم حتى واحد يدير باله، على مود يردون يسوون مثلا قطعة هنا حماية للعاملين. هاي بريد لاست يعني عريضة الشاحنة. هسه هنا وصلنا دنمارك. هاي الحدود الدنماركية من الجسر، وهاي تشوفون مثل الجزيرة أو شبه جزيرة خضراء، هي هاي نهاية الجسر بالحقيقة. وهاي الجسر مبني من سنة 2000 وبطريق للسيارات فوق، والسكة الحديد للقطارات جوا طابق الجوا. يعني تتخيلون تمشون على الجسر وبعدين فجأة تدخلون نفق تحت البحر. هاي المطار، تشوفوا المطار نهايته جسر مطار. وهاي الطيارة وين الطيارة؟ الرودة الحمراء، طيارة حمراء. بس هنا مطار نهاية الجسر. هو هاي كوبنهاجن كاستروب يعني مطار شوبنهام. شو السيارات كلها هاي ألمان وسياحة يجون يفترون أوروبا كلها بهاي سياراتهم. ينامون بيها. هو بيت كامل هذا. هاي من النمسا
هذا النفق وصلنا له، راح ندخل تحت النفق، يعني هسه راح ندخل جوا البحر. مباشرة من طلعنا هذا المطار يبدي منه هذا. حلو هاي رقم هالسيارة. ما شايفة هيك رقم. شوف الناس، شوف رقم هاي السيارة قدامنا. Go.